بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله هنعمل رز بلبن. احنا قلنا مع بعضينا خطوة بخطوة. حطيت حتة ملح عشان لازم الملح، مينفعش الحاجة تتعمل من غير حتة ملح. كيلو رز اللبن اهو، احط كيلو رز، حط عليها كيلو ونص لبن عشان اللبن كده مغذي. كده العيال ما بيشربوش اللبن، فبنعمل لهم رز اللبن عشان يشربوا اللبن. اهم حاجه عشان اللي ما بيحبش الرز، اللي ما بيحبش كده غلط، بس انا كنت موطيه عليها. ادي كيلو الرز غسلته كويس خالص. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. اللبن ده ما بحطوش غير لما يجي يستوي الرز، واوريكم ان انا بنزل عليه شويه نشا عشان ما يبقاش صايص كده. باذن الله لما يجرب يستوي الرز بنزل عليه شويه النشا، وهرجع لكم تاني اول ما يجرب يستوي الرز. يلا يا حبايبي، نص كوبايه نشا احطهم على الميه. باذن الله لازم يتحرك كويس عشان ما يكلكعوش. جرب يستوي كده الرز ما بياخدش سوا قوي، يعني عشان خاطر الرز بلبن. امين يا حبايبي. صلوا على النبي، استغفر ربنا كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا دوبته مفيش شيء كلكوعه. ودي زي انتوا شايفين دي نازله عليها ازاي. حطوه مش واسكت، لا، عشان هو كده الرز النشا بيجمد ويكلكع. لو انت سبتيه كده هيكلكع، فلازم تحطيها تنزل شويه حبه. هو اصلا لما نزلت عليه النشا هو تخن لوحده يتجمد ان شاء الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. شايفين اهو، بس تجيب منه لما دوبتيه خلاص بس لازما يدوب فيه كويس عشان ميبقاش فيه كلكوعه، لكن لو انت سبتيه هيكلكع. شايفين يا حبايبي بيجمد ازاي وبيزيد خالص، وما يبقاش صايص اول ما ترصيه في الطبق ما يبقاش صايص، يبقى حلو كده مجمد ومربط وحلو خالص. صلى على الحبيب قلبه. دي حطيت معلقه سمنه، لو عندكم سمنه بلدي يبقى احلى واحسن برضو. صلى على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله بابا وصحبه يوم الدين. بس كده ننزل الرز ونحط السكر دقيقتين تاني ونرصهم في الطباق، واوريهم لكم انتوا ترصوا الرز القوام بتاعه ازاي، ولا معجون ولا اي حاجه. رزايه. انا ما بحبش الرز الملبك ولا المعجن، يعني خليكم معانا خطوه بخطوه. وما تنسوش تصلوا على النبي كتير وتستغفروا ربنا كتير، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ارجع لكم تاني وانا بحط السكر وبفضيهم في الطباق. يلا يا حبايبي، الرز بحطه في ميته بعد ما في الاخر خالص. السكر بحطه على الرز ميته ما يبقى كويس، قوامه كويس عشان ما يبقاش زي الميه. استوى كويس ورزايه. انا بحط السكر في الاخر عشان خاطر يبقاش رز صايص. رز يتاكل رز. بحط كيلو ربع على كيلو رز، بحط مقدار كيلو ربع عشان تبقى محلاي خالص. بس لازم ثمرة الملح اللي بتحطها في الاول هي اللي بتعدل الدنيا. ما يتعملش من غير ملح، ثمرة صغيرة بس بتظبط، بتخلي طعمه نزز كده وحلو. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واحبابه واصحابه يوم الدين. يا حبايبي، شايفين احنا هنغرف ازاي. اصف الطباق انا مخلصهم رص، هوريكم انا عملت ازاي. كلهم بعضيهم زبيب جوز الهند اهو على بعضهم عشان الزبيب بحط اخر حاجه. اول حاجه جوز الهند. صلى على الحبيب قلبكم يطيب. ادي جوز الهند الطبق بياخد زيت تاني، ولما يزيد بسيبهم عليهم برضو. شايفين يا حبايبي ادينا حطيت جوز الهند وبحط الفول السوداني.
صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى طعمه حلو خالص. وفي احفادي من احفادي ما بيحبوش الزبيب ولا البتاع، بيحبوا الفول بس. احط لهم فول بس برضه، نخليهم له كده، ما حطيتش عليه زبيب ولا جوز هند. ما حطيتش جوز هند ولا زبيب، ما بيحبوش جوز، بس بيحبوا الفول بس عليهم. انا بحط لهم في الاخر فول بس. طبقهم اللي هم عايزينهم بعملهم لهم، عشان انت عارفين طبعا احنا اهم حاجه عندنا حبايبنا واحفادنا، هم اللي طلعنا بهم من الدنيا. ربنا يصلح حالهم يا رب، وحال جميع المسلمين. كل بيتمنى حبايبي الزبيب اهو. صلى على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله واحبابه واصحابه الى يوم الدين. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي يا حبايبي، انتم طيبين. شايفه دي انا عملت الرز ازاي؟ ما شاء الله، كيلو رز، كيلو ونص لبن، عشان اللبن كده كده لما يكون كتير بيغذي العيال. يعني معايا احفادي ما بيحبوش اللبن في الشاي ولا يشربوه كده ولا يغمزوه بالفايش. بياكلوا الشاي الفايش بالشاي، ما يرضوش ياكلوه باللبن. فانا بعمل لهم كل شويه رز بلبن عشان هو يغذيهم برضه. اللبن حلو بس بياكلوه في الرز. واللبن زي انتم ما شايفين انا حاطه عليها فول وحاطه عليها زبيب وجوز هند. ومعايا احفادي التانيين ما بيحبوش الفول بس، حاطه لهم فول بس. وها شوفوا كيلو رز عمل كديه، ورزايه حبايه حبايه زي انتم ما شايفين اهو. مفيش ولا مش بيجوا ميه زي ما انتم دي. بعدين انا بقلب الصحن ما بيتقلبش من مكانه. رز زي الفل ان شاء الله. وربنا يعود عليكم بخير. وما تنسوش تدعمونا في القناه وتحطوا لنا لايك. وكل سنه وانتم طيبين، ويخلي لكم عيالكم ويستر لكم عليهم. ولكم ورحمه الله وبركاته.